السلام عليكم اخوتي المغربيين واخواتي المغربيات. كنتمنى اولا انكم تعاونوا القناه باللايك وكذلك الاشتراك في القناه، بالاضافه الى انكم تعطيونا الاراء ديالكم حول الموضوع ديال اليوم في التعليقات وفي تفاصيل الخبر. وفي مشهد يظهر من جديد الانحطاط والذل اللي كتعيشه الجزائر ودميتها البوليساريو حتى طائره ابراهيم غالي الملقب ببن بطوش الرحال في دوله نيجيريا في اخر الايام، في اطار واحد الزياره قيل بان الغرض منها هو حضور مراسم تنصيب الرئيس الجديد اللي هو اسي وجبوله احمد تينوبو، والذي انتخب خلفا للرئيس السابق محمد البخاري. وكما جرت العاده ظهر رئيس جمهوريه الخيام والعجاج بعد نزوله من الطائره المخصصه من طرف النظام الجزائري واحدا منعزلا بدون اي استقبال نهائيا من طرف النيجيريين، واللي كيبدو عليه الارتباك، كما لو انه يتوقع استقبالا اسطوريا من طرف هذا الاخير. هذا وتساءل مجموعه من النشطاء الجزائريون على مواقع التواصل الاجتماعي حول التمادي اللي كيميز العصابه الحاكمه في الجزائر باستخدام اموال الشعب الجزائري وخياراته الاجتماعيه والسياسيه والاقتصاديه في دعم قضيه فاشله اللي هي البوليساريو، والاستمرار من طرفهم في البحث المضني على ايجاد الشرعيه لهذا الكيان الوهمي. بينما من جانبهم تفاعل النشطاء المغاربه مع هذه الزياره الفاشله، والتي اشاروا من خلالها الى ان بن بطوش يعتبر من اكثر الناس حظا في العالم لكونه يستمتع برحلة شاملة على حساب المواطنين الجزائريين. كان هذا هو الخبر ديال اليوم. كنتمنى انكم تشاركونا رايكم في التعليقات، والسلام عليكم الى فيديو جديد.